اكتشفت جثة شاب في جانب من باحة الاستراحة بالعرائش، كان يحمل في رأسه جرحا غائرا. أوصلت التحريات المحققين إلى اكتشاف قصة حب كانت بين القتيل وشابة كان قد تواعد على الزواج، ولكن شقيق الفتاة اكتشف تلك العلاقة. كان انتقامه فظيعا. توقفت حافلة تقل سياحا فرنسيين في باحة الاستراحة بالعرائش. كان السائق قد درج على التوقف في تلك المحطة. نزل المسافرون وتفرقوا في الباحة، ثم نزل السائق وراح يخطو بضع خطوات مبتعدا عن المجموعة، وفجأة بين الأشجار التي تحف الباحة تراءى له رجل بدا جالسا وقد أسند ظهره إلى جذع شجرة. كان الوقت باكرا ولم تكن الرؤية واضحة. انتاب سائق الحافلة فضول لم يقاومه. حسب الرجل الذي ظهر له مسندا ظهره إلى جذع الشجرة من أولئك المتشردين الذين لا يجدون سقفا يأويهم. اقترب منه وكان يريد أن يسأله إن كان يحتاج إلى مساعدة. لما وصل إليه أثار انتباهه أن الرجل لم يكترث لوجوده. انحنى عليه. كانت عيناه مفتحتان وكانت ملابسه مكسوة بالدم. لم يكن يتنفس. لما لمسه كان باردا. عرف السائق أن الرجل ميت. عاد يسرع الخطى إلى الحافلة. أدار المحرك ثم تحرك مبتعدا. ركن الحافلة في الجانب الآخر. أخذ هاتفه واتصل بشرطة النجدة. أبلغ عما اكتشفه وقال إنه سيغادر الباحة بعد ربع ساعة. أبان عن هويته وترك رقم هاتفه. بعد أقل من ربع ساعة وصلت إلى باحة الاستراحة سيارة شرطة كانت تقوم بدوريتها غير بعيد. كانت حافلة السياح تهم بمغادرة الباحة، ولما رأى السائق سيارة الشرطة توقف ونزل ودل على مكان الجثة. في تلك الأثناء وصل الملازم عثمان بوهار، ثم بعد دقائق وصل العميد باسو العيدولي. أتاحت المعاينة الأولية ملاحظة أن الجثة توجد في مكان غير بعيد عن الطريق المعبدة، كما لوحظ وجود أثر يدل على أن الجثة سحبت من الطريق إلى المكان الذي وضعت فيه، وكأن الذي أو الذين سحبوا الجثة إنما أرادوا إخفاءها عن الأنظار. كان القتيل شابا لم يتجاوز 25 على الأرجح، وكان برأسه جرح تسبب له في نزيف حاد. ذاك ما ظهر من المعاينة الأولى. لم يتم العثور على أي وثيقة تثبت الهوية. اتصل العميد باسو العيدولي بالنيابة العامة وطلب سيارة إسعاف. نقلت الجثة إلى مستودع الأموات بالعرائش، وقد أمر العميد عنصرا من مصلحة التشخيص القضائي بالعمل على رفع بصمات القتيل على أمل التعجيل بتحديد هويته. في المشرحة خلص الطبيب الشرعي إلى أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة من جراء تعرضه لعدة إصابات في الرأس وفي أنحاء مختلفة من جسمه. لم يعد هناك من مجال للشك في أن الرجل مات مقتولا. بعد أن أخذت بصمات الضحية تم عرضها على قاعدة البيانات، فاتضح أن الأمر يتعلق بالمسمى عبد الحق بورصة، وهو شاب من مواليد سوق أربعاء الغرب في العام 85,900 عازب ومهنته طالب. توجه الباحثون إلى مقر سكناه المدرج في قاعدة البيانات، ولكنهم علموا أنه ارتحل منذ ما يزيد عن سنة. في الوثائق التي قدمها للحصول على بطاقة التعريف الوطنية شهادة تثبت أنه مسجل بالسنة الأولى في كلية الحقوق. تأسيسا على ذلك توجه المحققون إلى إدارة الكلية بغرض الحصول على ما يدل على مكان الإقامة الجديد للضحية. كان عبد الحق بورصة قد انتقل منذ أكثر من عام للسكن في منزل من طابقين في زنقة الزهور بالحي الجديد. كان يسكن شقة صغيرة. اتصل العميد العيدولي بصاحب العمارة الذي أحضر نسخة من مفتاح الشقة، قال إنه يحتفظ به باتفاق مع المكتري. فتح الباب. كان بالشقة حد أدنى من الأثاث، فراش وطاولة وموقد غاز صغير. في جانب من غرفة النوم على الأرض
وضعت عدة كتب هي مراجع في القانون. قال صاحب المنزل إن الشاب عرف باستقامته وإنه لم يكن يستقبل أحدا في شقته. أثناء تفحص تلك الكتب عثر على صورة، كانت صورة لعبد الحق بورصة وبجانبه فتاة. على ظهر الصورة كتب عبارات استوقفت العميد باسو العيدولي بخط واضح، يفترض أنه لعبد الحق. كتبت العبارات التالية: سأبعث إليك بهذه الصورة عربونا على تمسكي بك، حتى وإن كان أخوك ذاك الملتحي يقف في وجه علاقتنا الطاهرة. كانت الصورة بداخل ظرف وضع عليه تمبر، لم يكتب لا اسم ولا عنوان تلك التي أراد أن يرسل إليها الصورة. في جملة ما عثر عليه الباحثون في شقة عبد الحق بورصة كناش يحتوي على بضعة أرقام هاتفية، وقد رأى العميد أن تلك الأرقام ربما كان في جملتها رقم يفضي إلى تلك التي في الصورة إلى جانب الضحية. بعد أن حصل على إذن من النيابة العامة تبين له أن أحد تلك الأرقام هو في اسم دليل المهري، وقد أرسل العميد إلى العنوان الذي أدلت به يوم حصلت على الرقم الهاتفي من يستكشف أمرها. بعد عرض صورتها على بعض الجيران قال أحدهم إنها تسكن مع شقيق لها، ولكن الباحث لم يتلقى ردا لما طرق الباب. أمر العميد بإقامة مراقبة على المنزل في انتظار أن تظهر البنت أو شقيقها، ولكنهما لم يظهرا، ولذلك أمر باستجواب الجيران. قال أحدهم إنه يعتقد أن الرجل يحبس شقيقته داخل الشقة منذ فترة، لأنه كان يسمع من حين لآخر صراخها واستغاثتها. أضاف أن أيا من الجيران لم يجرؤ على التدخل، لأن الرجل الملتحي، وقد عرف في الحي بالأفغاني لأنه يرتدي لباسا يشبه لباس الأفغان، كان متشددا متعصبا، كان لا يتردد في نعت جيرانه بالجاهليين والخارجين عن الملة. علم الباحثون من البقال الذي يقابل المنزل أن الأفغاني، ولا يعلمون له اسما آخر، لا يجالس من بين أهل الحي سوى إمام المسجد والمؤذن. كان طبيعيا أن يقصد العميد إمام المسجد عله يحصل منه على ما يفيد، وكان له ما توقع. علم من الإمام أن الرجل المعروف بالأفغاني واسمه محمود من المواظبين على الصلاة في المسجد، وأنه استشاره مؤخرا في شأن شقيقته التي اكتشف أنها تقيم علاقة مع أحد الشبان، وأنها لم تنتهي بعد أن نهاها. أضاف الإمام أن الأفغاني قرر إثر ذلك توقيفها من الدراسة، وكانت تعد لاجتياز امتحان البكالوريا، حبسها في البيت. خلص الإمام إلى أن الشاب لم يعد فيما يبدو في كامل قواه العقلية بعد أن صار يخالط جماعة ممن وصفهم المتطفلين على الدين، والذين صاروا يجوبون القرى يدعون الفقه، ولا أحد منهم يتوفر على مؤهل علمي يتيح له القيام بالوعظ. ومضى الإمام إلى أن أحد هؤلاء أوحى للأفغاني بأن يحبس أخته حتى يعثر لها على زوج يسترها، هكذا يسترها، وأن آخر مضى إلى حد الإفتاء بقتلها حتى لا تكون مصدر عار لأهلها، كذلك أفتوا له. مضى العميد إلى المنزل حيث تسكن الفتاة وأخوها، وبعد أن أذن له وكيل الملك تقدم مرفوقا بشاهدين، واستعان بقفال وفتح الباب. فتش كل الغرف فلم يجد الفتاة، وفي إحدى تلك الغرف من حيث كانت تنبعث رائحة كريهة كان يوجد فراش وسطل وسلسلة مربوطة إلى السرير. تحت الوسادة عثر على ما يشبه المذكرة، تواريخ واسم عبد الحق يتكرر. أيقن العميد أن الفتاة كانت محبوسة هناك. في غرفة مجاورة بدت غرفة نومه هو، وفي سلة بها ملابس متسخة عثر العميد على سروال وقميص بهما أثر دم. في تلك الأثناء التحق بالباحثين مؤذن المسجد، قال إنه رأى الأفغاني صباح اليوم وهو يحمل على كتفه شقيقته، قال إنه رآه يدخلها السيارة وينطلق، كانت مغلولة اليدين والرجلين فيما يبدو. عمم العميد الخبر والمعلومات حول تلك السيارة. كان الأفغاني قد أخذ وجهة الساحل.
بعد حين تم رصد السيارة قرب منطقة صخرية تشرف على البحر. لما وصل العميد ومساعدوه لم يكن بها أحد. على الكرسي المجاور لكرسي السائق آثار دم. خشي العميد أن يكون الرجل قتل شقيقته. بدأت عملية تمشيط للمكان. في تلك الأثناء سمع صراخ واستغاثة. كان الصوت صوت امرأة. توجه الباحثون صوب مصدر الصوت. كان الأفغاني يحاول أن يجر الفتاة إلى الحافة، وحيط به واضطر للاستسلام. أثناء استجوابه علم الباحثون أن محمود المهري جاء بشقيقته من قرية أحد الغربية القريبة من أصيلة ليستقر في العرائش حيث كان يعمل في البناء. كان والداهما قد توفيا منذ بضعة أعوام. قال إنه لم يكن يريد الإلقاء بها في البحر، ولكنه كان يقصد تخويفها فقط لأنها خرجت عن طاعته، ولأنه ضبطها متلبسة بعلاقة مع أحد الشبان. أما دليل المهري فصرحت بأن شقيقها محمود كان يريد التخلص منها لما هددته بإبلاغ الشرطة بقتله لعبد الحق الشاب الذي أحبها وأحبته والذي كان يريد الزواج منها. بكت ملء جفونها. اقتاد العميد محمود المهري إلى منزله. هناك وبمحضره حجز ثيابه الملطخة بالدم. كانت دليل إثبات لقتله عبد الحق بورصة. حاول المراوغة ولكنه اضطر إلى الاعتراف بأنه قتل الشاب لما امتنع عن التخلي عن علاقته بشقيقته دليلة. قال إنه لم يكن يريد قتله، ولما التقيا قرب باحة الاستراحة تطور حديثهما إلى مشاجرة. علم منه المحققون أن أحد المتطرفين نصحه بقتل الشاب ووعده بأنه سيتخذ دليل زوجة رابعة له. اشترط أن يكون الزواج عرفيا وأن لا يتم تثبيته إلا بعد أن تحمل منه. كان المقابل أن يزوج الرجل إحدى بناته لمحمود، ولكن المقايضة لم تتم لأن دليلة رفضت أن تكون بضاعة للمقايضة. ولما علمت أن أخاها قتل عبد الحق وهددته بالإبلاغ عنه سعى إلى التخلص منها. كانت مستفيضة اعترافات محمود المهري المعروف بالأفغاني. تم تدوينها كاملة كما دونت أقوال شقيقته، وتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك من أجل قتل عبد الحق بورصة ومحاولة قتل شقيقته دليلة.